هو بس رش شوية نقط مية على العلم الصغير ده، وفجأة المطر بدأ ينزل فوراً. بعدها طلب من مساعده يرش أكتر، فالدنيا دخلت في عاصفة أقوى. في الحقيقة الراجل العجوز ده كان المتحكم في العلم الصغير ده. الخادم نفذ على طول ورش ضباب خفيف، فالمطر نزل على عالم البشر الصغيرين وخلاهم يفرحوا جدا. بس فجأة غير رأيه وطلب من خادمه ينشر غازات مضرة في عالمهم. الخادم مسك بخاخ سحري وبدأ ينشر ضباب مؤذي في كل المكان. البشر الصغيرين وقعوا واحد ورا التاني، ومفضلش غير عدد قليل. فضلوا راكعين وبيطلبوا الرحمة، وفي الآخر سمح لجزء صغير منهم إنهم يكملوا حياتهم. بعد شوية البشر الصغيرين اتعلموا إزاي يستخدموا النار، ولما لاحظ إنهم بقوا فعلا مسيطرين عليها بدأ يقلق، فطلب من خادمه يعمل عاصفة هواء ومطر. وبعد فترة كان ناوي يرتاح، بس البشر الصغيرين كانوا عاملين دوشة، فغضب جدا وخلى مجموعة من الأفيال تطاردهم. البشر الصغيرين استخبوا في الكهوف وكانوا مرعوبين. بعد 500 سنة صحي تاني ولاحظ إن البشر اتطوروا بسرعة كبيرة، وبقت في مباني عالية وبيوت فخمة مالية المكان قدامه. فطلب فوراً من خادمه إنه يدمر كل المدن ويخليها تختفي.